انت قضيت قد ايه من عمرك في المدرسة؟ 12 سنة؟ 15 سنة؟ طيب بعد كل السنين دي تقدر تقول لي يعني ايه ضريبة؟ او ازاي تدير مرتبك من غير ما يتقير في اول اسبوع؟ الغريب ان اغلبنا لا، وده مش عشان احنا كسالى او مش بنذاكر، لا ببساطة محدش علمنا. المدرسة علمتك ازاي تحل المعادلة من الدرجة التانية، تحفظ تواريخ حروب مالكش فيها، تكتب موضوع تعبير عن البيئة وأثرها على المجتمع. لكن إزاي تفتح حساب بنكي أو تستثمر 100 جنيه بدل ما تضيعهم في مشروب غازي؟ دي حاجات مش في المنهج. السؤال هنا، هل الموضوع صدفة؟ يعني المدارس نسيت تضيف كورس الفلوس 101، ولا في سبب أعمق يخلي النظام التعليمي كله يتجنب الحديث عن المال؟ الفيديو ده هيكشف الحقيقة الصادمة، إن المدارس اتبنت مش عشان تخليك غني، لكن عشان تخليك موظف شاطر، منضبط، حافظ قوانين الرياضيات، لكن مش بالضرورة فاهم قوانين الفلوس. لو سألت نفسك هو مين أول واحد فكر يبني مدرسة بشكلها الحالي، هتتصدم لما تعرف إن النظام التعليمي اللي احنا عايشين فيه ما طلعش كده بالصدفة. المدارس اللي نعرفها بالجرس، بالفصول، بالكرسي اللي بيكسر ظهرك، وبالحصة اللي بتخلص على رنة، اتولدت مع الثورة الصناعية في أوروبا. في الوقت ده المصانع كانت محتاجة جيش من العمال، مش عمال مبدعين أو رواد أعمال، لأ، محتاجين ناس منضبطة، يصحوا بدري، يجوا في ميعاد ثابت، يقعدوا ساعات طويلة وينفذوا أوامر من غير ما يسألوا كتير. وعلشان يحققوا ده اخترعوا المدرسة الحديثة، مكان يدرب الأطفال من صغرهم على نفس الروتين. الجرس اللي بيضرب في أول الحصة شبه جرس المصنع، الحصص اللي متقسمة أوقات محددة زي الشفتات، المدرس اللي واقف يشرح نسخة من المشرف اللي واقف يتابع خط الإنتاج. الفكرة كلها إنك تتعود على النظام مش على التفكير النقدي. لكن في النص ده حاجة غريبة جدا، مفيش أي مساحة لتعليمك إزاي تدير فلوسك. ليه؟ لأن الهدف مش إنك تبقى غني أو تفهم الاقتصاد، الهدف إنك تبقى موظف كويس، موظف يعرف يقرأ ويكتب، يحسب ويجمع، لكن مش شرط يعرف إزاي يحمي فلوسه أو يضاعفها. وده مش مجرد تحليل مؤامراتي، لو بصينا على مناهج القرن التاسع عشر هنلاقي إن معظمها كان بيركز على الطاعة، النظام والمعرفة اللي تكفيك تشتغل. حتى المهارات العملية اللي ليها علاقة بالمال كانت محصورة في التجارة أو المحاسبة لناس معينة، لكن الأغلبية كانوا متجهزين لسوق العمل كعمال أو موظفين. بمعنى تاني، المدارس ما اتبنتش عشان تديك مفاتيح الحرية، اتبنت علشان تديك أدوات الانضباط. خلينا نسأل السؤال اللي على طول بيجي في دماغ أي حد، ليه؟ ليه النظام التعليمي يتجنب تدريس أبسط مهارات مالية؟ ليه نعرف نحسب زاوية بين ضلعين لكن معرفناش نحسب ضريبة القيمة المضافة؟ الحقيقة إن الموضوع أعمق من مجرد إهمال. النظام التعليمي اتبنى بشكل يخلي معظم الناس جزء من عجلة الاقتصاد مش مدراءها. بمعنى مطلوب تبقى موظف مستهلك، حد بيمشي على القواعد. لكن لو كل الناس بقت فاهمة فلوسها كويس، الاقتصاد نفسه كان هيتشقلب. فكر فيها كده، لو المدارس علمت كل الناس ازاي يدخروا، يستثمروا ويبنوا ثروة، مين اللي هيقبل يشتغل 40 ساعة في الأسبوع علشان مرتب بالكاد يكفي آخر الشهر؟ مين اللي هيعيش على الكريدت كارد طول عمره؟ لو كل الناس واعية ماليا، الشركات الكبيرة هتلاقي صعوبة تلاقي عمال راضيين بأي حاجة. النظام الاقتصادي مبني على الاستهلاك. الإعلان بيشجعك تشتري حاجات مش محتاجها، البنوك بتديك قروض عشان تدخل في دوامة ديون، وده باين جدا من المفارقات اللي كلنا عشناها. يعني مثلا معظمنا درسنا المثلث قائم الزاوية وعرفنا إن جيب الزاوية مش حاجة موجودة في الجيب، بس محدش فينا فهم إزاي الجيب الحقيقي بتاع البنطلون يفضل فاضي أول ما المرتب ينزل. درسنا الكيمياء وحفظنا المعادلات، لكن لما يوتي واحد يسألك إزاي تعمل ميزانية وتفرق بين المصروف والاستثمار، تلاقي نفسك بتدور على الحاسبة. ولو ركزنا هنلاقي إن حتى الجامعات مش بتعلم فلوس بالشكل اللي يفيدك. عندك تجارة، اقتصاد، هيدرسوك نظريات كبيرة، معادلات عن الناتج المحلي، رسومات بيانية عن العرض والطلب، لكن محدش هيقولك إزاي تبدأ مشروع صغير أو إزاي تحول 1000 جنيه لاستثمار حقيقي. النتيجة، معظمنا بنتخرج من التعليم الرسمي وهو لسه مالياً أمي، عارف تقرأ وتكتب لكن مش عارف تترجم مرتبك لمستقبل آمن، عارف تكتب مقالة في الأدب لكن مش عارف تكتب خطة مالية بسيطة. لحد هنا الصورة سوداوية شوية، النظام مش عايز يعلمك فلوس، المدارس سايبة الموضوع خالص، والنتيجة إنك بتتخرج مالياً أمي. لكن في ناس قررت تكسر القاعدة، ناس ما استنوش المنهج يقول لهم يعملوا إيه وبدأوا يتعلموا الفلوس بنفسهم. خليني أديك مثال عالمي. وارن بافيت، واحد من أغنى رجال العالم دلوقتي، بدأ وهو طفل صغير جدا يبيع علكة وبيبسي من باب لباب. في سن 11 سنة اشترى أول سهم في حياته. طفل عنده 11 سنة
بيتعلم يعني إيه استثمار، بينما إحنا عندنا في نفس السن كنا بنلعب كورة شراب في الشارع. الفرق إن واحد بيكتسب وعي مالي بدري والنتيجة واضحة. حتى في العالم العربي تلاقي قصص مشابهة. شاب يبدأ مشروع صغير من بيتهم، يبيع تيشرتات أونلاين أو يعمل صفحة يقدم فيها خدمة بسيطة. مع الوقت يتعلم يعني إيه رأس مال، إيه الفرق بين الربح والمصروف، إزاي يطور. الشخص ده بيتخرج من الجامعة عنده خبرة مالية، بينما زميله التاني لسه بيسأل هو يعني إيه فايدة مركبة. الفكرة هنا مش بس إنك تكسب فلوس، الفكرة إن التعليم المالي بيغير طريقتك في التفكير. بدل ما تكون مجرد موظف عايش من مرتب لمرتب، تبدأ تفكر إزاي أخلي فلوسي تشتغل معايا، إزاي أستثمر في نفسي أو في مشروع بدل ما أصرف كل حاجة على برجر. واللي أجمل من كده إن مجرد معلومة صغيرة ممكن تغير حياتك بالكامل. معلومة زي ادخر 10% من دخلك على الأقل، أو ابدأ تستثمر بدري مهما كان المبلغ صغير. المبادئ دي بسيطة جدا، لكنها ممكن تصنع فرق بين شخص طول عمره مضغوط بالديون وشخص تاني عنده حرية يختار يعيش حياته بطريقته. بمعنى تاني، التعليم المالي الذاتي مش رفاهية، ده شرط أساسي لأي حد عايز يعيش حياة فيها أمان واستقلال. بعد ما عرفنا إن المدارس مش هتساعدنا نفهم فلوسنا، السؤال البديهي طيب نعمل إيه؟ هل الحل إننا نستنى التغيير في المناهج؟ غالباً لأ، لأن المناهج بتتغير بسرعة سلحفة. فالحل العملي هو إننا نتعلم بنفسنا. والحلو في الزمن اللي إحنا عايشين فيه إن المعرفة مش محتكرة. الإنترنت فتح الباب لكل الناس. عندك كورسات مجانية على يوتيوب، مقالات، كتب إلكترونية، بودكاستس، وحتى صفحات إنستجرام وتيك توك بتديك جرعات سريعة من الوعي المالي. لو عايز تبدأ مش محتاج تبقى خبير بورصة ولا محاسب، ابدأ بخطوات صغيرة جدا. أول خطوة، تعلم تعمل ميزانية شخصية، يعني تسجل كل جنيه داخل وخارج. تاني خطوة، تعلم عن الادخار والاستثمار البسيط، مش لازم تبدأ بمبالغ ضخمة، حتى 100 جنيه شهرياً تفرق. تالت خطوة، اقرأ كتب زي Rich Dad Poor Dad أو النسخ العربية المشابهة اللي بتبسط فكرة الحرية المالية. وفي نقطة أهم، جرب بنفسك. جرب تفتح حساب ادخار، جرب تبدأ مشروع صغير ولو أونلاين. التطبيق العملي هو اللي هيعلمك أكتر من أي كتاب أو كورس. الخلاصة إن الوعي المالي مش مادة دراسية، لكنه مهارة حياتية. وكل ما تبدأ بدري، كل ما هتدي لنفسك فرصة تعيش حياة أهدى وأغنى بالاختيارات. بعد كل السنين اللي قضيناها في المدارس، يمكن نسينا أهم درس: إزاي نتعامل مع الفلوس. والسبب مش صدفة، لأن النظام التعليمي ما اتبلاش عشان يديك الحرية، لكن عشان يجهزك تكون ترس في ماكينة أكبر. لكن الخبر الحلو إن اللعبة اتغيرت. المعرفة مفتوحة قدامك، واللي المدارس خبته الإنترنت بيعرضه ببلاش. السؤال دلوقتي، هتفضل مستني المنهج يتغير ولا تبدأ أنت تبني وعيك المالي من دلوقتي؟ لو شايف إن التعليم محتاج يتغير، اعمل لايك، اشترك في القناة، وخلينا نعيد كتابة المنهج سوا.